لو انت بتطبخي كتير خصوصا بالآلة اللي اسمها حلة الضغط، ركزي في اللي جاي ده كويس. انفجار حلة الضغط مش هزار خالص. أول ما اخترعوها حطوا فيها كذا نظام أمان عشان يتجنبوا الحوادث. بص على الغطا كده، هتلاقي فيه 3 صمامات. الكبير اللي في النص ده اسمه منظم الضغط. أول ما الضغط يعلى لحد معين، البخار بيزق الصمام ده لفوق عشان يطلع الهواء الزيادة. بس ده لوحده مش كفاية، فزودوا كمان 2 احتياطي. دول بيشتغلوا لو الصمام الرئيسي اتسد، ومع ارتفاع الحرارة والضغط الإيد بتقفل أوتوماتيك عشان الغطا ما يفتحش. بس هنا بقى بيحصل الغلط اللي بيعمل الكارثة. لما تيجي تعمل شوربة أو طبيخ، تملى الحلة أكتر من 3/4، ساعتها البخار ما بيعرفش يطلع لأن الفتحة بتسد بالأكل. ولما البخار يفضل محبوس الضغط يعلى أكتر وأكتر، ولو عدى 100 كيلو باسكال الغطا ممكن يطير. عشان كده لازم دايما تنضفي غطا الحلة كويس، وتتأكدي إن فتحات البخار مش مسدودة بأي أكل أو أي دهون. عمر حد فيكو حصل معاه موقف زي ده قبل كده؟ وأخيرا لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، وتابعوني وانتظروا المزيد. شكرا.